هاي يا جيرلز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا رب. الفيدباك النهارده عن مسك باودر من مجموعة ابراهيم القرشي. إيه هكلمكم النهارده عن البرفيوم ده او المسك ده. بصوا يا جماعه، مبدئيا انا عمري في حياتي ما حبيت ريحه اي مسك خالص، ولا اي مسك ابيض ولا احمر ولا اسباني ولا اي كلام من ده نهائي. بس الاول مره في حياتي اشم ريحه مسك، يعني اقع في غرامه من اول شمة كده. ليه بقى؟ لان المسك ده متضاف عليه مكونات تانية. هو داخل في مكوناته اللي هي اليالانج، لا يالانج وورود وشوية وياسمين وحاجات كده. بس طبعا ريحة المسك هي اقوى، بس الحاجات التانية الاضافات التانية مغطية على ريحة كده انا ما بحبهاش في ريحة المسك، فعاطلها ريحة نظافة رهيبة رهيبة. يعني ريحة نظافة ونعومة. انا ما شمتهاش في اي برفيوم تاني ولا اي مسك تاني. بجد بروفيشنال بمعنى الكلمة. ريحته ثابتة في اللبس طول اليوم. ريحة نظافة، ريحتك ان انتي نظافة ناعمة. يعني لو كان النظافة ليها ريحة كان هيبقى ده. يعني مبدئيا كده مفيش فيه الريحة اللي بتموع اللي بتكون في اغلب او كل انواع المسكات التانية. لا، الريحة اللي هي الحتة اللي بتموع، الحتة اللي هي الفزة المنفرة دي مش موجودة فيه خالص يا بنات. بجد رهيب رهيب رهيب. والثبات بتاعه بجد مجرم جدا. بحبه جدا وارشحه بجد لاي حد عايز كده يجيب برفيوم ريحته مختلفة وريحته ثابتة فظيعة وريحته نظيفة جدا، ممكن ترشيه في اي وقت من اليوم. وعارفين احلى حاجة في المسكات ايه؟ ان انتي بتشميها، يعني بتتفاعل مع كل جسم غير التاني. يعني انتي هتبقى ليكي ريحة فعلا بجد مميزة وفي نفس الوقت حلوة. انصح اي حد يجربه، اي حد خايف من اي نوع مسك يجربه، لان انا مكنتش بحب المسك وحبيته. جميل جدا بجد، فوق التقييم، فوق مستوى اي تقييم. اصلا البرفيوم ده رهيب يا جماعة، وكل جنيه هتحطي فيه في مكانه في محله. يا سلام بقى لما ترشيه على اسدال الصلاة كده. إيه وتروحي تصلي في كل فرض تشم ريحة الإسدال كده، بجد بيعمل كده حالة سكون. ريحته أصلا بتهدي الأعصاب بجد يا جماعة، بتعمل حالة سكون كده. جميلة قوي. ممكن كمان ترشيه قبل ما تنامي. بتحس ان هو بيهدي الأعصاب كده. ريحته بجد ناعمة قوي، مش منفرة مش نفاذة مش صعبة. لا، جميل يا جماعة، وبجد بجد ارشحه لأي حد. هو عيبه بس الوحيد ان هو غالي شوية، بس بجد يعني اللي هيجربه هيعرف ان الفلوس فعلا انت مستثمراها في حاجة تحفة. اتمنى يكون الفيدباك عجبكم النهاردة، وجربوه بجد على ضمانتي، وان شاء الله هيعجبكم. واستنوني ان شاء الله في فيدباك تانية. وباي باي.